اهلا ومرحبا بيك في قناة اسمع فيلم. جايب لك فيلم اكتر من الروعة، فيلم جامد قوي هيعجبك. بس قبل ما نتفرج عليه انا وانت، انزل اعمل اللايك اللذيذ والكومنت وقول لي ايه رايك في الفيلم. يلا بينا نبدأ الفيلم. وبنبدأ الفيلم بمايا اللي انتوا شايفينها دي بنت بتحب الحياة بطريقة جامدة قوي، واللي قدامنا ده برضو ياش شاب كده هوت عايش الدنيا بس عايشها صح. كان جايب مخدرات كده، انما طلعوا عليه وعملوا له كمين ومسكوه وعاوزين يضربوه، انما زي ما انتوا شايفين عمال يمسكهم ويحط عليهم، وهي شافته كده، انما هو من اول نظرة اعجب بيها، انما هي كانت خايفة منه بطريقة جامدة قوي. هو راكب الاسانسير، فهي بالصدفة راحة كده تلحق الاسانسير فلقيته هو، فركبت معاه وعماله تبص له كده وخايفه منه بطريقه جامده قوي. هو لقى السلسله بتاعتها فنده لها وبيقول لها خد السلسله بتاعتك، قامت قالت له ولا بتاعتي ولا اعرفها، وسابته ومشيت. وبالليل واقف مع واحد كده بيقول له عاوزين نعمل كمين عشان نوقع بتوع المخدرات، وهو بيكون واقف كده انما بيلاقي جايه ورا واحد بالمكنه، فبيروح وبيهزقه وبيقول له انت ازاي تمشي بواحده في الوقت متاخر كده اهوت. وهي بتتفاجئ اللي هو الظابط، فبتبقى مش عارفه تقول له ايه، فبتفضل تبص له كده وهو بيقول لها خلي بالك على نفسك، ما ينفعش تمشي بالليل في وقت متاخر زي كده. فبتعجب بيه، وفي ثانيه تجار المخدرات بيجوا، هو بيرفع السلاح كده وبيضرب على العربيه، وفي ثانيه الا ثانيه العربيه بتقف، وهو فعلا بيكون نجح. وبيروح هنا بقى رئيسه بيقعد يتكلم معاه وبيقول له احنا عاوزين نعمل خطه عشان هنوقع اكبر تجار مخدرات. وهنا بيقول له انت مش هتبقى لوحدك، هيبقى معاك تيم من اقوى رجال الشرطه. وفعلا بيعمل فريق جامد جدا، وبيقول له انت هتعمل خطه وانت اللي هتبقى القائد بتاعتها، واي حاجه هتبقى انت المسؤول. وفعلا بيعملوا خطه وبيبتدي يهجم على رجال المخدرات وبيبتدي يحط عليهم وبيمسك واحد واحد فيهم ومفيش حد بيفلت منه، وبيبقى قائد عظيم. وتاني يوم بيقابلها بالصدفه، فبيبقى حابب يتكلم معاها، فبيلاقيها هي بتتاسف له وبتقول له معلش كنت فاكرك بلطجي، فهو بيقول لها لا عادي قبلت اسفك. فهي بتبقى فرحانه وبيتفقوا اللي هم يتقابلوا بعدين. فالمهم الظابط بيجيله وبيقول له ازاي المخبر اللي معانا عارف كل المعلومات وعارف حاجات احنا ما نعرفهاش. هنا بيرد عليه وبيقول له ممكن بيكون بيساعدنا عشان خاطر بينتقم لابنه اللي مات. وبنكتشف ان المخبر بيكون شغال مع اقوى واحد من بتوع تجار المخدرات، وهنا بيكون بيكلم اخوه فيشنا وبيكون مخطوف، وبيقول له خلاص كل حاجه تمت. اول ما بيقول له كده بيقوم على طول وبيدب في اللي خاطفينه وبيمسكه من دماغه ويرزعها في الارض. وهنا مايا بتكلم ياش وبتقول له عاوز اشوفك ضروري، فبيقول لها ماشي. بيلاقي جت هي وصاحبتها وبتقول له في شباب بيتحرشوا بصاحبتي، بياخدهم معاهم في العربيه ويروح لهم ويقول لها عدي. اول ما تعدي من قدامها كده بيغلسوا عليها وبيقول لها ايه يا جامده، ويمسك المايه ولسه يحدفها فبتيجي عليه. طبعا هو بيتضايق، بيقوم جاي ماسكه مديله واحده واثنين وثلاثه ويرفع المسدس عليه، يقوم جاي يقول له انا بهزر معاك تعالى يا سكلي، ويقوم جاي واخده موديه على الاسم وماشي كده. فبيشوفها بالصدفه فبتقول له عامل ايه، تعالى اعزمك على كابتشينو، فبيقول لها لا ابدا. فبتلف كده يمكن يفكر، وفي ثانيه عربيه بتخبطها فبيتخنق جدا وبيفضل مصدوم وبيشيلها كده وبيقعد يعيط ويوديها على المستشفى وما بينامش، ويفضل جنبها طول الليل وبيبقى مش عارف يعمل ايه. وهي بتقلق وبتبتدي تفوق ورجلها بتكون اتكسرت، وهو يفضل جنبها وبيقعد يكلمها كتير. وهنا بيكونوا قربوا من بعض بطريقه جامده قوي. وهنا بنشوف فيشنا رجع بالقالب وبياخد اخوه بالحضن وبيكلم المخبر وبيقول له تجار المخدرات كلهم ماتوا ومفيش غيرك انت الوحيد اللي تعرف كل حاجه، وبيقتله. وهنا بنشوفها خفت بعد مرور شهر، بتقول له انا رايحه عند اختي، فطبعا انت هتيجي معايا ومش هسافر لوحدي. وبيروح يوديها وبتقعد تتكلم معاه وبيكون فرحانين جدا وبيقعدوا يخرجوا يتكلموا مع بعض. وهنا بيكونوا قاعدين هما الاثنين لوحدهم، فبتقول له انا عاوز اعترف لك بحاجه، انا شفتك وانت بتعيط عليا وشايلني وعرفت قد ايه انت بتحبني، وعاوز اقول لك انا بحبك بطريقه جامده جدا. فهو هنا بيقول لها على فكره انا مش بحبك. هنا بتتصدم وبتتجرح وبتبقى مش عارفه تعمل ايه، فبتقول له مش شرط اللي انت تحبني، انا كان جوايا حاجه فحبيت اقولها لك. وهنا بنشوفه قاعد عمال يجري وعمال يفتكر الذكريات وزعلان جدا، وبيتشجع تاني يوم اللي يقابلها وبيقول لها انا مش هينفع اتجوزك عشان حياتي على كف عفريت، ممكن في اي وقت اموت.
هنا مايا بتقوله انا بحبك بجد، وهو بيتشجع ومن كل قلبه كده بيبص لها وبيقول لها بحبك. بتبص له وبتبتسم وبتفرح جدا وبتاخده بالحضن وبتبقى اسعد واحده في الدنيا. وفي الجانب التاني فيشنا بيبص لهم كده ويقول لهم انا قتلت المخبر عشان ما يخبرش عننا ويقول اي كلام، وممكن اموت اي حد يقف في طريقي. ما فاضلش غير الاربع ضباط دول لازم اموتهم. فهو هنا بيقول له هم دول مقدورين عليهم، انما دوت الوحيد اللي صعب ملهوش اي نقطه ضعف. وهنا بنشوفه بيعمل حفلة للخطوبة بتاعته وبيكلم صاحبه وبيقول له الخطوبة دي هتخليني انسان ضعيف. وهنا بنشوفه بقى بيجهز المخدرات وبيجهز صفقة جامدة قوي وما بيهموش اي حاجة، وبيبتدي يهرب المخدرات في العفش ومحدش بيعرف اي حاجة. وبعد فجأة السوق كله بيتملي مخدرات، وبعديها الضابط ده بيتجنن عشان في ناس كتير قوي بتموت من المخدرات، وبيعرفوا ان المخبر كان شغال معاهم وبيعرفوا كل حاجة عن الكلام دوت. ودوت بقى بيكسب فلوس جامدة جدا. وهنا بيجمعوا معلومات جامدة جدا على واحد شغال في الموسكي اسمه طاهر، ايوه شغال في الموسكي. بيمسكوه بقى ديو ديو ديو، وهو هنا بقى بيتضرب علقة جامدة فبيعترف على كل حاجة. وهنا بيكلم اخوه وبيقول له انا مش عاوزك تيجي معايا، انا عاوزك تقف من بعيد وتراقبني عشان ما حدش يعرف اللي انت عايش. وفعلا بيسمع كلامه وهو بيروح لوحده وبيبتدي عاملين له كمين كده وهو ما بيبقاش عارف. وفجأة كده بيبقى ماشي بالشنطة وبيتفاجئ بيوقفوه، واخوه بيقوم جاي يشوف المنظر ما بيعجبوش، بيقوم جاي ضارب طلقة، وفي وسط الطلقة دي كله بيطلع يجري والظابط بيجري وراه. وهنا كلهم بيحاوطوه فهو بيضحك وبيقوم جاي منزل السلاح بتاعه بيقول لهم امسكوني، كده كده رميت كل حاجة هطلع منها براءة. هنا الظابط بيبقى متضايق جدا بطريقة جامدة جدا وبيكون عاوز يموته، هو بيمسك السلاح ولسه هيموته بيقوم جايين كلهم ضاربينه. واخوه بيشوف المنظر دوت بيبقى متضايق جدا. وهنا بيحاكموا الظباط كلهم وبيقولوا لهم انتوا ضيعتوا فرصة جامدة قوي اللي انتوا تقبضوا عليه وهو عايش، وعشان كده كلهم بيتوافقوا على العمل. تاني يوم بيقرروا يروحوا سينما، فبيخرجوا كده وبيروحوا سينما وبيبقى قاعدين هما الاتنين، وفيشنا بيبقى قاعد مراقبهم وبيروح للباقي وبيقوم جاي مخلص عليهم، وبيمسك واحد واحد من الظباط ويقوم جاي مخلص عليهم وبيخلص على كل اللي خانوه، واي حد ما وقفش جنبه بيخلص عليه. وهنا ده بيبقى متضايق جدا فبيجي له تليفون وبيقول له صاحبك مات. وهنا التاني بيكلمه وبيقول له انا اللي خلصت عليه وقريب جدا هخلص عليك وبتفرج على السينما كويس. هنا بيعرف اللي هو بيتراقب وبيبقى متضايق جدا وبيقفل معاه وبيروح ياخد السلاح بتاعه وياخد حبيبته ويروح يوديها في مكان تاني محدش يعرف عنه اي حاجة. وبعدها بيبتدي يجهز له وبيكون بقى فريق من صحابه وبيبتدي يتكلم معاهم بيقول لهم انا هحط لكم الخطة وهننفذ بس عشان انا موقوف. وفعلا بيعملوا له كمين، واول ما هو بيجي بيضربوا عليه وبيخلصوا على رجالته كلهم وبيجروا وراه وبيمسكوه. وفعلا بيكونوا فاكرين اللي هم سيطروا عليه، انما على مين؟ بيمسك الاول كده والتاني والتالت ويحط عليه وبيبتدي بقى مطاردة ما بينهم هما الاتنين. تفتكر مين اللي هيكسب؟ ده عمال يضرب ده وده عمال يضرب ده والاتنين اقوياء جدا فوق ما تتخيل. وفجأة فيشنو بيجري كده يركب القطر وبيجري منه، وهنا بيرجع له وبيقول للظابط بتاعه انا عاوز ارجع الخدمة وامسك القضية، انما هو بيرفض يقول له لا 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 مش هينفع، فبيبقى متضايق جدا وخلاص. وهنا بقى بنشوف صاحبه الظابط اللي لسه في الخدمة فيشنو بيروح له بيقوم جاي ماسكه كده ويقعد يضرب فيه قدام مراته ويكسر له عظمه ومحدش قادر عليه خالص، وصاحبه مبقاش عارف يعمل ايه، فبيقوم جاي واخدين مراته قدام عينه ومغتصبها وقوم جاي مخلص عليه. هنا بقى صاحبه بيعرف فبيبقى متضايق جدا، فبيروح فبيشوفوا كده بالمنظر دوت وبيشوف مراته اللي هم اغتصبوها بيبقى متضايق جدا، وبيلاقوهم كلموه في القياده وهيرجعوه تاني الخدمه، فبيبقى متضايق جدا وبيقول له انا قلت لك من بدري عاوز ارجع الخدمه وانت ما رضيتش، ذنبه في رقبتك. فبيبقى متضايق وبيروحوا كده بقى يودعوه ويولعوا فيه، وبيكرروا قرار كلهم بقى كده اي حد هيمسكوه من العصابه هيكسروا له عظمه مش هيسموا عليه، هيضربوه ضرب محدش شافه قبل كده. وبيقرر بقى اللي هو يتجوز كده عشان يوريله اللي هو مش خايف.
ولا اي حاجه خالص فارقه معاه. وفجاه بيقعد يتكلم مع البنت دي، وهنا هو بيبقى نايم بيلاقي حركه غريبه كده في البيت، فبيقوم يقلق بيمسك واحد من العصابه يكسر له عظمه. انما هنا بيديله طلقه وبتبقى جت فيه، وبيمسك ميه وبيقعد يضرب فيها كده. وهنا بيترجاه بيقول له مالكش دعوه بيها، بيقول له انا هقتلها زي ما قتلت اخويا بالظبط. بيقوم يجري عليه كده، والتاني يقوم جاي ماسك البندقيه ويقوم جاي ضربه، بيقوم جاي واقع من كده من البلكونه وبيقع من على جبل ويخش في غيبوبه. وهنا قتل هو اللي بيكون كلمه وبيخون صاحبه وبيكون عرفه على كل حاجه عشان خاطر مراته، فهنا بيطلب منه يروح يموته. فبيبقى داخل كده ومش عارف يموته ازاي ولا باي طريقه، وبيصعب عليه عشان صاحبه وبيحط المخده عليه وبيموته. وهنا بقى التلفزيون بيذيع والصحف بتذيع اللي هو مات، وكله بيبقى متفاجئ. وهنا بيسمع الخبر بيكلمه بيقول له انا نفذت، فبيقول له عنوان مراته وبيقول له خلاص روح خدها. وهنا بنتفاجئ اللي هو موتوش سايب عليه، وهو هنا بيحط خطه وبنقول له احنا لازم ننتقم، وبيقول له الممرضه على الله اي حاجه تطلع بره. وفعلا بيكونوا عاملين خطه جامده جدا اللي هم هينتقموا منه. وبيروحوا بقى للمكان اللي هو قال عليه وبيتفاجئوا اللي مفيش اي حاجه، واللي هو هنا موت البنات كلها. فبيبقى زعلان جدا ومصدوم، وبيلاقي مراته هو كمان موتها، فبيبقى مصدوم مش عارف يعمل ايه وبيموت نفسه. هنا بيتعصب جدا ومبقاش عارف يعمل ايه، والنرفزه كلها بتدخل جواه والغل ومبقاش عارف يعمل ايه. وبيلاقي بيكلم بقى الظابط التاني وبيقول له الدور عليك هموتك. وهنا بيقول له جاري في الكلام واعرف العنوان واعرف كل حاجه، وبيقول له تعالى لي في المكان دوت. وفعلا بيروح له لوحده كده، وبيتفاجئ بقى الظابط طلع وموت كله واللي هو لسه عايش. تفتكر بقى مين هيكسب هنا في الحته ديت؟ هنا فيشنا بيتفاجئ وبيفتكر اللي هو مع ناس كتيره وبيطلع يجري، وهنا هو بيجري وراه وفجاه بيكون ماسك ميه وبيضربها طلقتين في قلبها. فهنا بتقع بقى ولسه هتقع كده، فبيلحقها وبيودعها وبيبص لها كده هوت، وبيبقى متضايق جدا. وهنا بتبص له وبتطلع في الروح وبتموت. هنا بيتضايق جدا ومبقاش عارف يعمل ايه، وفيشنا بينط عليه وبيمسك المسدس كده وبيكون هيموته. انما التاني بيقوم وبيتعصب وبيقعد يدب فيه ومحدش بيعرف يوقفه، وماكينة ضرب جامده جدا وبيشيله وبيحدفه على السيخ بيكون مات وخلاص. وهنا ياش بيقعد يصرخ ويصوت ويبقى متضايق جدا ومش عارف يعمل ايه. وهنا بيودع مراته وبيرجع بقى لشغله الطبيعي وبيرجع لحياته الطبيعيه. وهنا الفيلم بينتهي. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في قناه اسمع فيلم، وقول ايه رايك في الكومنتات.